الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله. نواصل درسنا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كانت الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام إلى المدينة يعتبر أهم حدث، ركز معي، أهم حدث يا أحمد في التاريخ الإسلامي، أهم حدث في التاريخ الإسلامي وفي الدعوة الإسلامية هي الهجرة والانتقال من مكة إلى المدينة. لماذا أعظم هدف أو أعظم تحول؟ لأنها تعتبر نقطة تحولت فيها الدعوة الإسلامية من الضعف إلى القوة. وكان المسلمون قبل الهجرة يحملون هم الدعوة، يبلغون الدعوة دون أن يكون لهم كيان يجتمعون، لكن لما هاجروا من مكة إلى المدينة جمعوا بين الدعوة والكيان. فاهم الآن؟ وهذا الذي جعل الهجرة مهمة جدا. وهذا الكيان الذي عاشوا فيه مهمته حماية الدعاة. كان الداعية قبل الهجرة بسهولة يفعل به من يشاء ما يشاء، يعبثون بهم، يسخرون منهم. لكن حينما تحولت الدعوة وانتقلت إلى المدينة وكونت لها كيان، أصبح من الصعوبة بمكان أن تلمس داعية. لماذا؟ لأنك لو لمست داعية هناك كيان سيدافع عنه. فهمت معنى؟ ولهذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة تحول عجيب في تاريخ الدعوة الإسلامية. بعد الهجرة تكونت الدولة، تكون الكيان الإسلامي. هذه الدولة أو هذا الكيان أو هذا التجمع أو هذا اللقاء بين المهاجرين والأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هؤلاء على عاتقهم نشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية داخلها وخارجها. هذا التجمع خرج منه الدعاة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاة إلى الأمصار وتكفل بالدفاع عنهم. الآن أنا أرسل شخص من هنا إلى هناك وأنا متكفل بالدفاع عنه وحمايته من أي اعتداء. ولهذا كانت مثل ما نقول وندندن حولها أن الهجرة كانت تحول ليس بالأمر السهل. وحينما تستوعب هذا التحول ترى أن الإسلام انتقل إلى مرحلة جديدة، ذا كيان يهابه العرب ويهابه الناس. الهجرة النبوية مع هذا الجانب وتكوين الكيان وحماية الفرد كان ذلك سبب في فهم القرآن أيضا، حيث أن العلماء فرقوا بين القرآن المكي والمدني. حصل تحول هنا، وبدأ العلماء يفرقون بين الدعوة المكية والدعوة المدنية. الدعوة المكية كانت دعوة في ضعف، والمدنية في قوة. وهناك فرق بين تعامل المسلم في حال ضعفه وبين تعامل المسلم في حال قوته. وهذه المسألة ترشدنا إلى مسألة مهمة، وهي كيف نتعامل مع العدو في حال ضعفنا وكيف نتعامل مع العدو في حال قوتنا. وهذا ما رسمته الحياة المكية والحياة المدنية. فحصل استفادة كبيرة جدا حتى في أسلوب القرآن في محاورته للكفار قبل الهجرة وبعد الهجرة. تغير.
ولهذا تقرأ للمكي والمدني وطابعه والفرق بين المكي والمدني. كتب العلماء كتابات كثيرة، وهذا أمر مهم جدا حتى في تذوق الأسلوب المكي والمدني، تذوق الأسلوب في القرآن المكي والمدني. فهذا هو في القرآن الكريم حينما حث المؤمنين الله عز وجل على الهجرة في سبيله، وكان حث القرآن للمسلمين بأساليب متنوعة للهجرة. توجد آيات قرآنية جدا رغبت ورهبت في الهجرة وبأساليب متنوعة حتى دفعت بهم إلى ترك كل ما يملكون والهجرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تقرأ في القرآن تجد أن النبي صلى الله عليه وآله أو تجد أن القرآن استعمل أسلوب جميل وهو الثناء على المهاجرين. في قوله عز وجل مر معنا في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا. تخيل حينما تنزل هذه الآية للمهاجرين تزداد المعنويات وينسوا البيوت والأموال لما؟ لأن الله يثني عليهم بقوله عز وجل أولئك هم الصادقون. قال الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كم أوصاف في هذه الآية للمهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فوصفهم الله بالصدق، وصفهم الله بالإخلاص، وصفهم الله بالبذل، وصفهم الله بأشياء كثيرة جدا. وكان هذا الأسلوب من أسباب حب الصحابة رضي الله عنهم للهجرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. هذا فيه تحفيز لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. انظر على وصف جميل والذين هاجروا في الله، هذا إخلاص، أي أن هجرتهم كانت ليه؟ من أجل الله. ولهذا قال الله في الله، أي أن هجرتهم خالصة لم يكن لهم فيها رياء ولا سمعة. من بعد ما ظلموا حصل لهم الظلم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا من أجمل الأوصاف التي وصف الله تعالى بها من يا أحمد؟ المؤمنين. نعم المهاجرين. نعم. أيضا من الأوصاف الجميلة التي وصف الله تعالى بها المهاجرين الصدق، والصدق من أجمل ما وصف الله به المهاجرين في قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم إلى قوله عز وجل أولئك هم الصادقون. وهذا وصف جميل للمهاجرين، أولئك هم الصادقون، أي الصادقون في إيمانهم كما قال الإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى. وصف الله المهاجرين بالجهاد والتضحية في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا، وهذا وصف جميل للمهاجرين، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وهذا وصف إضافي للمهاجرين. والملاحظ في ما يتعلق بهذه الآيات والمتأمل فيها أن التضحية دائما ملازمة للجهاد في سبيل الله، إذ لا يمكن أن يكون هناك جهاد دون تضحية. ولهذا قال الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم تضحية، جاهدوا بأموالهم تضحية في بذل، وأنفسهم في تضحية. الدين الإسلامي قام على تضحية أصحابه. أيضا بين سبحانه وتعالى من صفات المهاجرين أن الله عز وجل وصفهم بنصرهم له وبنصرهم لرسوله. قال الله وينصرون الله
ورسوله أولئك هم الصادقون. التوكل على الله، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الرجاء، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كل هذه الصفات امتدح الله بها المهاجرين. تخيل حينما تأتيك هذه الآيات وأنت مهاجر أو أردت الهجرة أو كان في نفسك قليل من مسألة الهجرة، هذه الآيات ستحفزك لماذا؟ للهجرة إلى الله عز وجل. ولهذا مدحهم الله، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله تعالى ما بلغ لأمرين، لأنه لا يدري ما يختم له ولئلا يتكل على عمله. ولهذا قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذا أمر مهم جدا. امتدح الله المهاجرين باتباع الرسول. لقد تاب الله على النبي وماذا؟ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى آخر الآيات. ثم تاب عليهم إنه رؤوف بهم رؤوف رحيم. وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك، إلا أن الله ذكر فيها وصف المهاجرين وأنه قد تاب عليهم سبحانه وتعالى، وأنهم يتبعون النبي حتى في ساعة العسرة. وهذا من فضل المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. والله عز وجل ذكرهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين. امتدح الله المهاجرين. ولهذا لو سألك سائل أيهما أفضل، المهاجرين أم الأنصار؟ لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. أما الأنصار فهم إنما ناصروا ما هاجروا. فأعلى مرتبة من جمع بين الهجرة والنصرة، ويليه بالدرجة من؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وهنا السبق موجب للفضيلة كما قال الرازي بإقدامهم على هذه الأفعال العظيمة في سبيل الله تبارك وتعالى. حصل لهم الفوز أيضا للمهاجرين، وهذا من وصف المهاجرين. قال الله الذين آمنوا وهاجروا، ركز معي، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم. وهنا تضحية، جمع بين الجهاد والتضحية بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. انظر على أوصاف الآن عظيمة، وصفهم الله تعالى بالفوز العظيم والفوز المطلق، وهذا منة من الله تبارك وتعالى. ووصفهم الله بالإيمان أيضا، فقال سبحانه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الصفات التي من الله عز وجل بها على المهاجرين، كل هذه الصفات تدل على فضل من؟ فأنا أتعجب مع هذه الأدلة في وصف المهاجرين أن يأتي جربوع من جرابيع الشيعة فيطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. امتاز صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالإخلاص، وامتازوا بالصبر، ووصفهم الله بالصدق، ووصفهم بالجهاد والتضحية، ووصفهم بالنصرة، ووصفهم بالرجاء، وصفهم بالتوكل، وصفهم بالفوز، وصفهم بالسبق في مرضاته سبحانه وتعالى، وصفهم بالخيرات كلها سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء فينقضون ما وصفهم الله تعالى به، حتى قال أحد كفارهم لقد ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. فقاتل الله الشيعة أينما كانوا وأينما كان كائنهم، وقاتل الله من يتعاون معهم، فهم من ألذ أعداء الدين، من ألذ أعداء الدين، بل هم أخطر من اليهود
وأخطر من النصارى. أكثر من قتل المسلمين هم الشيعة على مر التاريخ، على مر التاريخ. وأكبر طعنة تاريخية في تاريخ الإسلام سببها الشيعة، صار ضحيتها ما يقارب من 2 مليون مسلم، والسبب الشيعة. للأسف أن بعض المغفلين من المسلمين لم يفقه هذه المسألة، ولهذا لا يجوز أن تضع يدك في يده. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وهو يحذر من أن تأمن، قال: لا أمان لرافضي، ما في أمان، ولو أعطاك ما أعطاك، لو ضحك معك وأعطاك ومن عليك وحاول يدغدغ عواطفك لا أمان له. بل يقول بعضهم: ولا تشرب إن أعطاك رافضي ماء، قال: فلربما تولى إلى حائط وبال فيه وأعطاك، لا تأمنه. يعني يعتقدوا أننا أنجاس. وإنني لا أستغرب من بعض القادة حينما يثني على الشيعة ويثني على الرافضة ويثني على أعداء الله، وقد قتلونا في العراق، وقتلونا في اليمن، وقتلونا في لبنان، وقتلونا في سوريا، وهم الآن يخنقون مصر بحربهم هذا واللعبة التي في البحر الأحمر. أكبر شعب متضرر الآن إلى الآن هي مصر. يريدون شد الخناق على جمهورية مصر لأنها لم تفتح للفلسطينيين بالهجرة إلى بلادهم. خسارة كبيرة جدا تلقتها مصر، وأكبر لطمة حصلت عليها مصر، خنقوها خنق. إلا أن بعض الناس تفكيرهم سطحي، وخدموا إيران بهذا، فإيران بدأت تتربع عرش السياسة في المنطقة كلها، وبدأت الدول السنية تخبو في مؤامرة كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن المهاجرين، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله أن يكفي المسلمين شر الشيعة. أيضا من الأمور التي أثنى الله عز وجل أو كانت سببا في الترغيب في الهجرة ما وعد الله به المهاجرين. فالله عز وجل رغب المهاجرين في الهجرة، من ضمن ما رغبهم به سعة الرزق. في الغالب أن الناس يخافون، يعني لو سألت الآن المنبطحين للحوثي في صنعاء ودمار، للمنبطح، ولو قلت له هاجر اترك البلد، لا تنبطح، لا تتنازل عن دينك، قال: وأنا من اللي ما في معي فلوس، ما عندي مال. ربنا عز وجل يقول: ومن يهاجر في سبيل الله، الشرط أن يكون ماذا؟ في سبيل الله، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد، يفتح الله عليه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. حتى لو مت أجرك محفوظ إذا كنت قد خرجت مجاهدا مهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا هو. فهذه منة من الله عز وجل. أيضا يكفر الله عنهم سيئاتهم. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذا جزاء لمن؟ للمهاجرين. فهذه وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في بيان عظم الهجرة وفضلها، وأنها من أجل الطاعات ومن أجل القربات. أيضا بين سبحانه وتعالى ارتفاع منزلة هؤلاء، فقال سبحانه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. وهذا يبين علو ماذا؟ علو منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تبشيرهم بالجنة، قال الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وهذا يدل على ما للهجرة من فضل عند الله تبارك وتعالى. هذا ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء والثواب بسبب جهودهم وبسبب بذلهم. ولهذا لو أن الإنسان فر من تحت وطأة عدو خوفا على دينه وعلى عقيدته ابتغاء مرضات الله ينال هذا الأجر، لأن هذه الآية وإن كانت نزلت في المهاجرين إلا أنها آية عامة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف ينال هذا الأجر، ينال هذا الأجر ابتغاء مرضات الله. فليستمتع الإنسان إذا هاجر في سبيل الله حفاظا على دينه وعقيدته وحفاظا على توحيده لربه عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا أمر مهم جدا. ولهذا ربنا عز وجل توعد. فانظر الآن عندنا من المرغبات للهجرة أولا الأوصاف التي وصف الله بها المهاجرين، هذا رغب في الهجرة. ثانيا ما وعد الله به المهاجرين من الأجر. ثالثا عقوبة من لم يهاجر. فجمع الله عز وجل في القرآن بين بيان الفضل وبيان ما أعد الله لأهل الفضل، وهذا ترغيب، وبين الله عز وجل في القرآن عقوبة من لم يهاجر، وهذا ترهيب يحمل في طياته التحفيز للهجرة. ولهذا هاجر الصحابة جميعا إلا قلة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هنا ماذا؟ زجر للذي ما هاجر، وبين سبحانه أنه ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها واسعة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله السلام. إذن وصفهم الله بالظلم ووعدهم بالنار، وهذا من أعظم الزجر لمن انبطح وتراجع وتقهقر في دينه واستسلم وحصل له تنازلات، مع أنه بإمكانه أن يهاجر. وهذا ينطبق هذه الآية والله على كثير من هؤلاء المخذولين. والله لماذا حضرت عند الشيعة؟ قال أنا أحرجوني. لماذا حضرت في 70 معهم؟ قال أحرجوني. لماذا حضرت في احتفالاتهم؟ قال أحرجوني. لماذا حضرت في مهرجاناتهم؟ قال أحرجوني. لماذا أثنيت عليهم؟ قال أحرجوني. لماذا صرخت؟ قال إلا ما اضطررتم إليه. هناك شروط للضرورة يا أستاذ، هناك شروط. هل قرأت الأصول أم لا؟ هل تعلمت؟ أي ضرورة تعني؟ أرض الله واسعة، لا تتنازل عن دينك. إن أعظم انتصار هو أن تنتصر على نفسك بحيث تموت وأنت على الكتاب والسنة وعلى ثبات، هذا الانتصار. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما قال وتنازل حتى يأتيك اليقين. فتأمل هذه الآية والله آية مخيفة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خاف واحد والله يخاف أنك تصبح ممسحة للشيعة. إذا أراد احتفال يتصل فيك تعال وتلقي كلمة. هل تظن أنه حينما دعاك لتلقي كلمة أنه يحبك؟ لا، هو يريد أن يمسح سواده بك، وأنت كالمنديل، فإذا ما انتهت كلمتك رمى بك. أنت عنده أصلا كافر. تفهم ولا لا؟ أنت كافر، يعني أنت مجرد الجزمة أرقى منك عنده. افهم. للأسف لماذا حضرت الدورة؟ قال ضغط علي. ضغط كأنه ضغطه، ما ضغط عليك، ما زال هناك متنفس. خذ حقيبتك وزوجتك وعيالك ولا نفسك، فر
قال الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أنا ما ولدت لأهان، وأنا ما ولدت لأبقى تحت عبادة العبيد. إن الله بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليحرر الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد سبحانه وتعالى. لهذا قوله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. شوف، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. شوف الآية، السورة هذه ما أحلاها، مليانة ولا براء، مليانة ولا براء. حتى واحد منهم لما ناقشوه قال ما عليك اعمل لا ذمتي، قال يا له معهم ذمم، نسأل الله العافية والسلامة. المفروض يعني الإنسان هو مؤتمن على دين الله، مؤتمن على الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع شدة إيذاء كفار قريش لهم يكل المؤمنين إلى إيمانهم. لما اشتد عليهم الأذى قال لهم يهاجرون، هاجروا الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية حفاظا على دينهم، حفاظا على دينهم. وهذا يرسلهم بنفسه ليحضروا الاحتفالات والمهرجانات. نسأل الله السلامة، نسأل الله الثبات، الله يثبتنا على دينه، ثبتنا على كتاب ربه. والشيطان يا أخوان له مداخل، ولو حتى على العلماء، العلماء ما معصومين، ولو لحيتك للركبة. العصمة في الثبات على الدين والسنة حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن قوما من أهل مكة أسلموا ودخلوا في دين الإسلام، وكانوا يستخفون بالإسلام، يعني يخفون الدين ويخفون العقيدة. فجاء المشركون وأخرجوهم معهم يوم بدر، اسمع على مصيبة، يحاربوا معهم، والمشركون لا يعلمون أنهم مسلمون، أنهم مسلمين، ما يعلمون بهذا. فأصيب بعضهم، فقال المسلمون إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فكتب إلى من بقي بمكة منهم من المسلمين بهذه الآية أنه لا عذر لهم. شوف على كلام دين واضح، ما لكم عذر وليس لكم أي حجة. فخرجوا يعني هربوا، فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فتنوهم في الدين. ولهذا قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين سبحانه وتعالى. فمصيبة مصيبة. ولهذا بعض الذين جلسوا عند الرافضة هناك الآن معهم في خندق واحد، خطيب وداعية، ويقف ويقول يلا نخرج معهم، أهم شيء الإخلاص لحيته لنا، ويدعي أنه سني وأنه سلفي. إيش من سلفية يا أستاذ؟ السلفية ما هي ورقة تعبث بها، هي منهج وعقيدة. أنت بعيد كل البعد عن عقيدة أهل السنة وعن الدعوة السلفية. أنت ما عرفت التميز ولا العقيدة، أنت ما عرفت هذا المنهج، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر مهم إخواني في الله في أن الإنسان يثبت. ولهذا ربنا عز وجل أنزل في قوله تبارك وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني لو حصلت هجرة ثم صبرتم وجاهدتم سأغفر لكم. فتأمل معي الآن كم هناك من زجر لما يتعلق بهذا الأمر. فوصف الله المتخلفين عن الهجرة بأنهم ظلموا أنفسهم لأنهم أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك ولم يهاجروا. ولهذا إذا أسلم رجل في أمريكا
واجب عليه الهجرة، لا يجوز أن يبقى في أمريكا، محرم، وإذا بقي فيها فهو آثم إلا إذا بقي للدعوة، أما لغيرها فلا، واجب أن يهاجر لأنه مكان لا يأمن فيه على دينه ويفتن. ولهذا يقول العلماء لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى دول الكفر لأنه سيفتن في دينه، ولو لم يكن من الفتنة إلا رؤيا العاريات في الشوارع يكفي، محرم تذهب، فما بالك ببقائه في وسط أعداء الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها وعيد، ولهذا أثرت هذه الآية في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، هي قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لما بلغت هذه الآية ضمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهو بمكة، قال لأولاده احملوني فإني لست من المستضعفين، لأن الله عز وجل قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ماذا قال ضمرة؟ إني لست من المستضعفين وإنني لا أهتدي الطريق وإني لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة، وكان كبير في السن فمات بالتنعيم وهو خارج في سبيل الله. ولما أدركه الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله ويقول اللهم هذه لك وهذه لرسولك، يعني أنه لا إله إلا الله، يعني أبايعك على ما بايع عليه رسولك. ولما بلغ خبر موته صحابة رسول الله، صحابة النبي، قالوا ليته مات بالمدينة. فنزل قوله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهذا الموقف يبين لنا ما كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من امتثال الأوامر والتنفيذ والثبات، ولا يطلبون الرخص. الآن في كثير منهم الآن يتتبع الرخص ولا ظهر الضرورة. ما لك يا فلان؟ قال الضرورة. أنت صرخت؟ قال الضرورة. أنت أثنيت على الشيعة؟ قال الضرورة. أنت حضرت معهم في الاجتماع؟ قال الضرورة. أنت أثنيت عليهم وعلى ما هم عليه؟ قال الضرورة. أنت دعوت على المجاهدين؟ قال الضرورة. كم إلى متى سيستمر سقف التنازلات؟ الحذر بارك الله فيكم. فهذا أمر مهم جدا، ولهذا قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لأنه سنتكلم هنا في المسجد هذا إن شاء الله. فهذا أمر مهم، أمر طيب حفظكم الله في بيان فضل الهجرة. وأنا والله ناصح لكل أخ يقبع تحت الرافضة وهو يقدم تنازلات ورأى في نفسه ضعفا وفي استقامته أن يهاجر في سبيل الله وأن يتوكل على الله ولا يخف. فكم من إخوة تركوا بلدهم وتركوا مسجدهم وكانوا يظنون عيلة وكانوا يظنون فقرا، فأعطاهم الله تبارك وتعالى ومن عليهم وفتح عليهم. والله لا يضيع أجر المحسنين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولما نزلت تلك الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قرأها أحد أهل العلم فسمعه أعرابي وهو يقول
في قوله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال في السماء رزقنا، قال نعم، ثم قرأها فورب السماء والأرض، فبكى الرجل، بكى وشهق ومات لاعتقاده أن الله عز وجل لا مكره له وأنه عظيم سبحانه. وفي قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلاص ما دام رزقي في السماء كان عنده بعير ذبحه وكل شيء سيأتي به الله. أما الآن أصبح الناس ضعاف، نسأل الله السلامة. تخيل أن بعض المخذولين في مأرب هنا مخذول وخايف من الحوثي، لا يدعو عليه ولا يقف مع إخوانه المجاهدين ولا يتكلم على الشيعة ولا يحذر من الرافضة، هذا وهو في وسط الجبهة. ايش الخذيلة هذا؟ نعوذ بالله، خذيلة هذه ما بعدها خذيلة. ولهذا هذا الصنف هو سبب الذل في الأمة، والله هذا الصنف هو الذي ضحى بكثير من الناس فنافقوا أعداء الله. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ لنا هذه الدعوة وأن يحفظ لنا عقيدتنا وأن يثبتنا على كتابه وأن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا أمر مهم جدا إخواني في الله، أدى بالصحابة رضي الله عنهم إلى الهجرة. أولا بين الله أوصاف أهل المهاجرين، ثانيا بين سبحانه وتعالى أجر المهاجرين، ثالثا حذر الله المؤمنين الذين لم يهاجروا، فجمع الله بين بيان صفاتهم وبين ما لهم من أجر وبين تحذيرهم من عدم الهجرة، فهاجر الكل. ولهذا لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تجمع كل أفراد الجماعة الإسلامية، كل الأفراد. وفي دعوة الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة على سبيل الإلزام، دعوة لبناء الكيان الإسلامي الذي لا يمكن أن يقوم إلا على أفراد من المسلمين. ولما عظمت قوة المسلمين داخل المدينة سكت اليهود وسكت المنافقون وسكت المشركون داخل المدينة، لأن النبي لما هاجر وجاء أفراد الجماعة كلهم والمسلمون جميعا وهاجروا أصبح كيان عظيم. المنافقون عندك في المدينة يوجد منافقون ويوجد يهود ويوجد مشركون، مشركو العرب كانوا يوجدون داخل المدينة. فهؤلاء كلهم لما رأوا هجرة المسلمين من كل مكان إلى المدينة عاشوا حالة ضعف، ولهذا نبتت نابتة داخل الصف الإسلامي وهم من؟ المنافقون. لماذا يتواجد المنافقون في حال قوة من؟ أي نعم، هنا تعيش الخلايا السرية، تعيش. ولهذا أخطر شيء على الأمة الإسلامية وجدارها هو هم من؟ المنافقون. ولهذا جعل الله المنافقين أين؟ في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حين ذكر الله الكفار في بداية سورة البقرة ذكر آيتين، ولما أخبر سبحانه وتعالى عن المنافقين أخبر عنهم فيما يقارب من 14 آية في بيان حال المنافقين، وذلك لخطر النفاق في وسط الأمة، نسأل الله السلامة. هاجروا نعم كلهم، ما بقي أحد. إذا مسلم يخاف على نفسه وجب عليه الهجرة، لا يترك. لا. إذا الذي هو قائم بدعوة يقوم بدعوة، لكن الذي ما عنده دعوة ويخشى على نفسه وهذا حاصل يهاجر في سبيل الله. حتى الأمريكيين نعم عندنا مهاجرين كثير في اليمن، حتى لو لم ينوي الهجرة يترك البلد. لا هو حتى لو كان عندنا مشاكل لكن عندنا أخف، في عندنا حرب، في عندنا قتل، لكن ما فيش فتن، ما في شرك، ما في كفر بالله سبحانه وتعالى، ما في زنا في الشوارع، ما في شرب خمر، ما فيش مساجد، عندنا دعوة، عندنا خير. ولهذا بعضهم يقول أنا لما جئت اليمن حسيت بروحي. كثير بلاد إسلامية تسمع الأذان، تسمع المحاضرات،
الآن لما تخرج حياة إسلامية، جو إسلامي، أما هناك عذاب. ولهذا بعض الإخوة ذهب هناك للتجارة والعمل، قال خلاص أنا ما عاد إلا ديكور فقط، لحية وعمامة ومسواك، ولا مداخل خارب، نسأل الله السلامة. قال ابن عمي لي ذهب إلى سويسرا، كان عنده مرض، قال فصليت مع رجل إمام مسجد، قال ولما خرجت من المسجد وجدته يقبل امرأة في الشارع، تقدمت إليه قلت يا أستاذ لو سمحت أنت ما لك، أنت الإمام، ماذا تفعل؟ اتق الله، الناس يفتتنون بك. قال يا عمي وإحنا عملنا إيه؟ ربنا عز وجل بيقول، هو مصري في القرآن الكريم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هو ده اللمم يا عم، الآية موجودة، نسأل الله السلامة. فالشيطان يأتي لهم بالفتاوى ويأتي لهم نسأل الله العافية. إلى هنا.